أنا مسؤول عن نفسي بقى، لا يكفي إني أنا مسؤول عن نفسي؟ ألا يكفي هذا؟ طب دي أكبر مسؤولية في الدنيا إن الإنسان يكون مكشوف. ازاي عبد السلام النابلسي خطف مراته؟ هي قصة غريبة شوية، عجيبة شويتين، فخليني احكي لكم الحكاية بالتفصيل. منه هضحي بسعادتي وراحتي ومستقبلي، هدفن نبوغي وعبقريتي. نبدأ الحكاية بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. النابلسي كان بيكره الجواز وبيكره الخلفة، وكان رافض انه يتجوز اصلا، لدرجة انه في مرة قال ما اتخلقتش لسه الست اللي اسمها يتحط جنب اسم عبد السلام النابلسي. وكان معروف عنه انه اشهر عازب في الوسط الفني، وكان طول عمره مؤمن انه هيعيش عازب ويموت عازب. لكن بتحصل القصة اللي بتخليه يتجوز، قصة كده شبه الاساطير وشبه القصص اللي بنشوفها في الافلام. بنت اسمها جورجيت، شاب عندها 17 سنة، من أسرة مسيحية. كانت بتحبه كفنان، وكانت متابعة كل لقاءاته وكل أفلامه، لدرجة إنه لما كان أهلها يشوفوه في التلفزيون ينادوا عليها ويقولوا لها صاحبك جه أهو. لكن كانت معجبة من ضمن ملايين المعجبات بالفنان الكبير، وهي اللي بدأت تهتم بيه، لأن عمره ما كان هيشوفها من ضمن ملايين المعجبات اللي كانوا بيحبوه. وفي سنة 1963 النابلسي ساب مصر ورجع لبنان. وقتها كان في صحفي اسمه فريد جبر، كان عامل برنامج تلفزيوني، وعمل حوار معاه وسأله وقال له انت ليه عازب؟ رد عليه عبد السلام النابلسي وقال له ما اتخلقتش لسه البنت اللي ممكن يتجوزها عبد السلام النابلسي، وقالها بطريقة حسب الله السادس عشر. ساعتها جورجيت قررت انها تتصل بيه وتعاتبه على الكلام اللي قاله. دورت على رقم تليفونه وجابته من دليل التليفونات واتصلت بيه. رد عليها فقالت له انت زعلت منك كل ستات البلد. هو انت ليه مغرور يا استاذ عبد السلام؟ ما تنزل كده على الارض معانا وبلاش غرور، مفيش ولا واحده ست تستهلك. لا على فكره البنات الحلوه كتير، بس انت اللي ما تستاهلهمش. هنا عبد السلام ابتسم وسالها انت عندك كام سنه؟ قالت له 17 سنه. قال لها 17 سنه وجايه تنصحيني؟ يا بنتي ده انا قد جدك. وكلمه في كلمه وحوار في حوار اخدوا على بعض واتفقوا انهم يتكلموا مره تانيه. واستمرت المكالمات لمدة 10 أيام، وفجأة المكالمات اتقطعت خلاص، مبقاش في أي كلام تاني ممكن يتقال. هنا عبد السلام حس بحاجة مهمة جدا ناقصة في حياته، والبنت اختفت ملهاش أثر. بقى يدور عليها في كل مكان، لدرجة لزميلته نجاح سلام على قصته معاها، وكانت بتقوله يعني عبد السلام النابلسي اللي مفيش واحدة تملى عينيه دلوقتي بتدوخه واحدة عندها 17 سنة. لغاية لما نزل فيلم عاشور قلب الأسد في السينمات في لبنان، اتفاجئ بمكالمة منها. فمجرد ما سمع صوتها كان في ثورة وغضب شديد، اتعصب عليها وقال لها انت فين وازاي تختفي كده؟ قالت له انا ما وعدتكش ان اكلمك تاني، انا شفت الفيلم وقلت اتصل بيك ابارك لك. فطلب منها ان هو يقابلها. حاولت تتهرب منه كتير جدا، لأنها كانت خايفة من الحاجات اللي بتسمعها عن الفنانين وأخلاقهم، وفضلت تأجل في الميعاد، لدرجة إنه في مرة قال لها وصفيلي شكلك عامل إزاي، وصفت له نفسها بإنها وحشة جدا وتخينة وسمرة وشعرها مجعد وحولة كمان. لكن هو أصر إنه لازم يقابلها ويشوفها. وجه اليوم اللي اتفقوا عليه. كانت جاية هي وبنت عمها، رغم إنه هو ما شافهاش ورغم الوصف الغلط اللي هي كانت وصفها لنفسها، لكن مجرد ما شافها عرفها على طول وسلم عليها. قعدوا مع بعض، بنت عمها احرجت وسابتهم ومشيت. وبعد 5 دقايق بالظبط من كلامهم مع بعض وقع في حبها، فطلب منها الجواز. فقالت له طيب ممكن تسيبني افكر؟ قال لها تفكري في ايه وانت هتلاقي فرصة زي دي؟ وهو ما يعرفش ان المشكلة الكبيرة مش في انها تفكر، لا، المشكلة الاكبر في ان اهلها هيرفضوا علشان اكتر من سبب. أول سبب إنه أكبر منها بحاجة و40 سنة. السبب التاني هي مسيحية وهو مسلم، الديانة مختلفة. والسبب التالت سمعة الفنانين وخوفهم على بنتهم من إنها تتجوز فنان. رغم كده أصر على الزواج وقرروا إنهم يتجوزوا من وراء أهلها. هتجوز. وفعلا اتجوزوا. عبد السلام وجورجيت اتجوزوا. علشان يستخبوا قعدوا في بيت صاحبه الملحن فيلمون وهبي. ففيلمون كان عقلاني شوية، قال لعبد السلام مش هينفع اللي انت بتعمله ده،
البنت أكيد أهلها بيدوروا عليها وأكيد قلقانين عليها، كلمهم في التليفون وطمنهم عليها. خلاص انت اتجوزتها، يعني محدش يقدر ياخدها منك. فيلمون كلم أهلها وقال لهم إن البنت اتجوزت عبد السلام واداهم العنوان. وفجأة كل أهلها كانوا عنده في البيت. دخلوا البيت بكل هدوء ومفيش عصبية، مفيش أي حاجة خالص. فأخوها قال لعبد السلام بكل هدوء: بص يا أستاذ عبد السلام، انت هتجيب لنا عقد الجواز ممضي من المحكمة، وعلى ما تجيبه احنا هناخد بنتنا عندنا، مجرد ما تسلمه لنا تاخد مراتك. فقال له بس ده هياخد أيام كتير جدا. قال له مش مشكلة، بس ما ينفعش تقعد معاك ومفيش أي إثبات الناس تقول علينا إيه. ما تقلقش، مجرد ما هتجيبه لنا هتاخدها. عبد السلام اطمن وعدت الأيام وجاب عقد الجواز وراح لهم البيت. أول ما طلب مراته رفضوا رفض بات وخبوا البنت. ما ضربوش البنت ولا تعصبوا عليها، لكن حاولوا يقنعوها بالعقل بأنه كبير في السن، وحاولوا يقنعوها كمان إن هو هيتجوزها شهرين ويسيبها، وده طبع الفنانين. لكن البنت كانت بتحبه وكانت مصممة عليه. عبد السلام حاول يتفاهم معاهم، مفيش فايدة. وسط ناس كتير برضه مفيش فايدة. هنا قرر إن هو يرفع قضية في المحكمة، بس القضايا حبالها طويلة. فقرر إنه يخطفها لتاني مرة. البنت كانت في جنينة البيت، فجأة لقت عربية مرسيدس فخمة، نزل منها واحد لابس نظارة وقال لها انتي مرات عبد السلام؟ قالت له اه. قال لها طيب يلا بسرعة، عبد السلام منتظرك، تعالي وما تخافيش. ركبت معاه العربية وفضلت تعيط. قال لها انت خايفة من ايه؟ انا بشتغل عند واحد وزير كبير صديق لعبد السلام، وهو اللي هيقف لهم، واطمني كل الناس هنا بتعمل له حساب. وفعلا وصلها لعبد السلام، واول عبد السلام ما شافها دموع نزلت من عينيه وجري عليها وخدها في حضنه وقرر يختفي شهر كامل. عبد السلام كان كل يوم يغير مكانه، مرة ينزل في شقة، مرة ينزل في فندق، في أماكن كتير جدا مختلفة علشان أهلها ما يعرفوش عنوانها ويزهقوا. وفعلا بعد شهر أهلها زهقوا وبعتوا لها جواب. قالوا لها في الجواب اعملي اللي انت عاوزاه، انت خلاص ما بقيتيش تفرقي معانا، وانت لا بنتنا ولا نعرفك، ودي قطيعة بيننا وبينك لنهاية العمر. هنا اطمنوا وعاشوا مستقرين. وبتحكي زوجته وبتقول ان عبد السلام كان لازم كل ما يرجع من بره يجيب لها حاجة ليها هي مش للبيت، مرة شوكولاتة، مرة بسكوت، اي حاجة، المهم ان ما يدخلش فاضي، لانه عاهدها انه عمره ما هيدخل البيت وايده فاضية. وكان متفق معاها على خبطة باب معينة علشان ما تفتحش الباب لحد غيره. وفضل طول عمره خايف لا ياخدوها منه. هو فضل طول عمره خايف لا ياخدوها منه، لكن ما كانش عارف انه في نفس الوقت كان بيسري في جسمه المرض اللي هيحرمها هي منه ويخليها طول عمرها تعيش على ذكراه. الله يرحمه. ربنا يرحم الفنان عبد السلام النابلسي ويرحم أموات المسلمين جميعا. لو عجبك الفيديو وأول مرة تسمع الحكاية صل على النبي في التعليقات وما تنساش تعمل لايك. انتظرونا بقصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.